أهلا بيكم في فيديو جديد. لو فاكر إنك الخطوة بتاعة الهجرة لأمريكا سهلة، وإنك هتلم حاجتك وتطلع بره على طول على أمريكا وهتروح تعيش هناك في حياة سعيدة جدا، أحب أقول لك لأ، أنت فايتك حاجات كتير قوي. الدنيا مش سهلة زي ما أنت متخيل، الدنيا مش صعبة. يعني أنا مش عايز أخوفك وأقول لك إن الدنيا صعبة والدنيا هناك بهدلة ولازم تروح تتبهدل في الأول. لأ، لازم تعمل شوية تخطيطات في الأول أو شوية تجهيزات علشان ما تروحش تتبهدل. أول حاجة لازم تعملها طبعا إنك تبقى عارف أنت هتسكن فين. ما ينفعش يعني أبدا، ما ينفعش أبدا إنك تروح هناك تقعد في الشارع، ما ينفعش. أو تروح هناك مش عارف أنت هتقعد فين، سواء بقى تأجر لك بيت من اير بي ام بي، عندك حد قريبك هتقعد عنده. في جروبات العرب على الفيسبوك دي كويسة جدا، بيساعدوا بعض. لو مش لاقي حتة تقعد فيها، ممكن ان انت تبدأ تسأل حد على مكان مثلا يقعدك عنده، سواء هيستضيفك او هيدفعك ايجار بسعر قليل. ولكن في ناس بتستضيف ناس عندها ببلاش كنوع من انواع الخير وكده. في على جروبات الفيسبوك هتلاقي الجروبات بتاعت العرب في امريكا والحاجات دي هتلاقيها موجودة على الفيسبوك، والناس كويسة جدا وبتساعد. طيب، العرب تبعد عنهم في ايه في امريكا؟ زي ما قلنا قبل كده، في الشغل هتشتغل عندهم. طبعا الا يعني فئة قليلة، يعني اللي انتوا عارفين اللي هم الكويسين، ولكن انا بتكلم على الاغلبية. لا، هياكل حقك في الشغل وهيدفع ومش هيدفع لك كويس، وهيشغلك اكتر من ساعات العمل اللي المفروض تشتغل فيها كمان. فلازم انت تبقى عارف انت رايح هتشتغل ايه. او ممكن ما تبقاش، لو مش عارف انت رايح هتشتغل ايه على طول، ممكن تبقى واخد معاك مبلغ يسندك الكام شهر دول لحد ما تلاقي شغل. عامة عشان اطمنكم، الشغل في امريكا موجود ومتوفر لاي حد وفي اي وقت واي سن، عشان تبقوا عارفين. الشغل في امريكا سهل جدا والمرتبات حلوة يعني. حسب الولاية طبعا. يعني لو طمعان في حاجة عالية قوي، لا، هتبقى محتاج تروح ولاية مثلا زي ميامي مثلا، فلوريدا عامة، كاليفورنيا. الاسعار فيها حلو، هتاخد كويس لو اشتغلت. يعني الفلوس بتاعتها والمرتبات لا حلو. الحياة حلوة وهتدفع كتير، بس في نفس الوقت انت بتاخد في المقابل كتير. فاهم؟ على عكس الولايات اللي مثلا زي ولاية تكساس، في ناس تقول لي انا عايز اروح ولاية تكساس عشان هي ولاية رخيصة. لا، ما انت افهم معايا، انت لما تروح ولاية رخيصة، ما انت هي رخيصة ليه؟ علشان تقبضك قليل. انما الولايات الغاليه انت قبضك كتير، فبالتالي انت تقدر تعيش فيها. وبرضو عشان اقول لك على حاجه، تنبيه هام هام هام، ارجوكوا ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي لان هي مهمه جدا. اي حاجه بتتطلب او بتتبني على السعر فتعرف قيمتها. كل ما الحاجه سعرها قل، كل ما قيمتها كانت في الارض. على سبيل المثال، الشقق اللي سعرها مثلا بتبدا من 8000 دولار، ممكن تبقى في حته وحشه. الحته دي معرض ان انت تتسرق فيها، حته بيحصل فيها مشاكل، يعني حته مش امان. اه هتلاقي السعر في الشقق قليل. طيب، الشقه اللي سعرها غالي او الفيلا اللي سعرها غالي، اللي مثلا سعرها 300 الف دولار، لا، دي تضمن ان هي امان، ان انت لا بتاخد جوده. يعني انت دفعت فلوس في حاجه محترمه، انت بتاخد جوده. ولكن في الاول، اول ما تروح امريكا، طبعا ده طبيعي على اي حد لسه رايح، مش هتقدر ان انت تجيب بيت من البيوت الغاليه دي، مش هتقدر. فبالتالي ممكن تسكن مؤقتا، تعمل حسابك على كده مؤقتا، انك تسكن مثلا، تسكن في بيت من البيوت اللي هي ب 8000 دولار دي، او البيوت اللي هي رخيصه. يعني ده في حاله انك مش هتأجر. وانا شخصيا انا ضد الايجار، عشان تبقوا عارفين. انا شايف انك تشتري ايا كان السعر اللي هتشتري بيه، لما تيجي تبيع هتبقى كسبان فيه ايا كان. حتى لو المكان مقرف ومش حلو وكده، انت مش هتقعد فيه مقرف، انت هتعمل له ابديتس يعني. زي ما تقول كده، هتعيد بناء وهتعيد تشطيب وهتغير الديكور للاحسن. فبالتالي كده كده لما تيجي تبيعه انت كسبان فيه. حط في دماغك كده، العقار ما بيخسرش. البيت اللي النهارده اشتريته ب 8000 دولار، سواء مكسر مدغدغ ايا كان، لما تيجي تقعد فيه وتصلحه وتفرشه انت بنظامك انت وتعمل له الديكور الخاص بيك، لما تيجي تبيعه مش اقلها من 20000 دولار، مش اقلها من 16 18000 دولار. فبرضه انت كسبان فيه. حط في دماغك كده، العقار ما بيخسرش في اي مدينه، في اي مدينه. مش شرط في المدن اللي هي الواقعه، لا لا، العقار ما بيخسرش. تمام؟ كذلك العربيه، اول ما هتروح مش هتقدر طبعا ان انت تافورد عربيه تكون غاليه قوي، زي مثلا رانج روفر، او عربيه من العربيات اللي هي التقيله. فبالتالي ممكن تجيب عربيه مستعمله ب 1600 ب 2000 دولار عادي جدا، هتقضي الغرض. انت في الاول عايز حاجه تقضي الغرض، زي ما تقول كده ايه، بتزق بس في الاول بس، لحد ما تلاقي شغل وتستقر في امريكا وتاخد ورقك كله، فاهم؟ خلاص انت اتسيستمت على الحياه. ساعتها بقى تقدر تفكر في الرفاهيات زي ما انت عايز. عايز انقل من ولايه لولايه، حقك تقدر. عايز انقل من تكساس لكاليفورنيا، تقدر. عايز انقل من ساوث داكوتا لميامي، تقدر.
طالما انت بنيت نفسك خلاص، رحت عشت في امريكا، عرفت السيستم ماشي ازاي، تقدر. انما ما تقدرش مثلا في ناس اللي هي بتاخد قرارات عشوائيه، اللي هو يضرب مره واحده، لا. فكر الاول علشان ما تروحش تتبهدل. قبل ما تروح امريكا هتقعد فين؟ لازم يبقى عندك حته تقعد فيها، زي ما قلت لك كده. انا فتحت لك فرص في الاول، قلت لك هتجيب معاك 10000 دولار مقضيه، هتقدر ان انت تشتري بيت ب 8000 دولار. هتقدر على الاقل لو ما لقيتش بيت بالسعر ده، على الاقل تقدر انك تأجر بيت شهر ب 1000 دولار، ب 1500 دولار. طيب هجيب 20000 دولار، احلى واحلى. احلى واحلى، سهلت على نفسك. كل ما تجيب فلوسك، بص، طالما انت جاي امريكا هجره، كل حاجه عندك بيعها. عندك عربيه، عندك بيتين، عندك عمار، كل ده بيعه. اي ملك بتملكه بيعه. مجرد ما انت رايح امريكا، انت محتاج مش هقول لك كل دولار، انت محتاج كل سنت. كل سنت معاك هيسهل عليك الحياه اكتر في امريكا. فما تاخدش قرار عشوائي. اعرف الاول الاساسيات. الاساسيات مهمه يا جماعه. الدراسه والحاجات دي كلها سهله، كل ده مقدور عليه. مجرد ما تاخد الجرين كارد، مجرد ما تلاقي مكان تسكن بيه، كل الكلام ده سهل جدا. لكن الاساسيات حتى بالنسبه للاسر، الاساسيات، انت ما ينفعش انك تاخد اسرتك مش عارف انتوا هتقعدوا فين. لا، لازم يبقى عندك بيت. لازم يبقى عندك عربيه تتحركوا بيها كاسره. العربيات سعرها رخيص جدا، بقول لك من 1700 دولار تشتري عربيه محترمه يعني. يعني تجيب لك عربيه هوندا او حاجه من الحاجة، او جيب شيروكي، اي حاجه من الحاجات اللي هي الحلوه دي. الجراند شيروكي عشان تبقوا عارفين رخيصه جدا هناك يعني. والجيب الليبرتي والحاجات دي، يعني هي خليك دايما ركز في الجيبات، لان هي يعني حلوه، بس هي مش موفره في البنزين، خدوا بالكم يعني. فتقدر ان انت بكل سهوله تجيب عربيه. تمام. تقدر ان انت بكل سهوله تجيب بيت اول ما تروح. تمام. في ناس هتقول لي انا ما اقدرش اجيب بيت ومش عارف ايه. زي ما قلت لك، هتشوف حد تقعد عنده، ممكن يساعدك في الشغل كمان. لو هو عنده خبره في امريكا بقاله كتير، يقدر يساعدك ويشوف لك شغلانه وتاخد خبرته. وتقول له اعمل ايه، شوف تبدا ازاي يعني، انهي شغلانه بتدفع اكتر وكده. ودايما لما تيجي تلف على الشغل، شوف، حاول دايما ما تاخدش من اول شغلانه تقابلك، لا، شوف مين هيعرض عليك سعر اعلى، مين هيديك اعلى. اللي هيديك اعلى هو اللي روح له. تمام. اول ايا كان انت عايز تروح تقعد في انهي ولايه، اللي هيديك سعر اعلى اشتغل معاه على طول. طيب انا مثلا رحت تكساس، بس انا هدفي ميامي، بس انا مش جاي معايا مبلغ ان انا اقدر انقل على ميامي. مفيش مشكله، اشتغل في تكساس، حوش في تكساس. حتى لو هتشتري عقار في تكساس، لما تيجي خلاص معاك فلوس ان انت هتنقل على ميامي، بيع العقار بتاعك، خد الفلوس اللي انت عملتها من الوظيفه. حتى لو اسره، حتى لو اسره، بكلم دلوقتي اي حد. تقدر ان انت تبيع الحاجات وتاخد كل الفلوس بتاعتك وتروح ميامي. ما انت مش هتخسر. انت صدقني، ايا كان اللي انت هتعمله مش هتخسر. سواء هتشتغل هتجمع فلوس، انت مش خسران. ايا كانت الولايه، ايا كانت الولايه، حتى لو ولايه رخيص، انت مش خسران. هي فلوس بتتعمل حتى لو قليله. معلش، يعني زي ما تقول كده ايه، زقها السنه دي ولا السنتين دول، علشان تقدر ان انت ترتاح بعد كده. لو معاك اسره ولا حاجه، ممكن تخلي زوجتك او مراتك تشتغل عادي، مفيش مشكله. الشغل مش عيب، شوف لها وظيفه تليق بيها، تكون برضو وظيفه سهله وكده. تشتغل هي كمان، تساعدك في المصروف، حتى لو عشان لو عايزين تنقلوا لولايه تانية، يبقى معاكوا اللي يكفيكوا يعني، معاكوا اللي يسندكوا، ما تقعش. فاهم؟ الولايات الغاليه برضو مش سهل انك تلاقي فيها سكن بالسعر اللي انت عايزه. فلازم يبقى معاك فلوس، حتى لو هتأجر لازم يبقى معاك فلوس احتياطي. بقول لك فلوس احتياطي. طيب لو اتزنقت خالص وقفلت مثلا في الولايه الغاليه، مفيش مشكله، تقدر ترجع الولايه بتاعتك، تشتغل تاني وتعيد حساباتك تاني. اهو خدت خبره، اهو اسمك خدت خبره. تقدر ان انت ترجع الولايه اللي انت كنت فيها، اللي مسيستم فيها حياتك، تشتغل فيها تاني. تعمل فيها بيزنس تاني لحد ما يبقى معاك الفلوس. خلاص بقى انت بتبقى عرفت الولايه اللي انت عايز تروحها دي، مثلا ميامي. انت عرفت متطلباتها ايه، عرفت هتقدر تيجي تعيش فيها ابتداء من مبلغ كام. تمام. بتبقى خدت خبره بقى، عرفت الوظائف سعرها بتدي كام كده يعني. فانت هتبقى جمعت خبره، فبرضو انت مش خسران حاجه. حتى لو رحت الولايه عشان تعيش فيها وفشلت ورجعت مكان ما جيت، انت مش خسران حاجه، هي خبره بتجمعها. وبعدين ممكن تروح ولايه تانية. يعني مش لازم ميامي غاليه قوي، روح كاليفورنيا. كاليفورنيا كويسه، بس انا شخصيا ما بحبش كاليفورنيا، ما بحبش الحياه في كاليفورنيا بسبب الهوملس الكتير اللي فيها والناس المشردين وكده، والمخدرات والحاجات دي ملياها. ميامي فيها بس قليل. يعني ميامي عشان تبقوا عارفين تعتبر من الولايات الامان. بياخدوا مخدرات مع نفسهم على جنب، بس مش هيأثروا معاك انت في حاجه. على عكس كاليفورنيا، يعني كاليفورنيا اقل امانا من ميامي، من فلوريدا. تمام.
في عندك حتت كتير قوي في فلوريدا كويس، في اورلاندو كويسه ولكن هي مش امنه قوي يعني. في ايه تاني كويس؟ في تامبا كويسه جدا وامان، عشان تبقوا عارفين يعني ولايه بجد جميله جدا. ويعني ايا كانت انت قاعد فين في امريكا، لازم انا بقول لك لازم تروح زياره لتامبا دي وتتفسح فيها اتبسط. انا عايزك تتبسط، مش معنى ان انت رحت في امريكا انك تشتغل وتنسى نفسك. هتشتغل وهتعمل فلوس وهتتعب، بس لازم ترفه على نفسك، لازم تتفسح، لازم تتبسط، لازم يبقى عندك رفاهيات. امال انت رايح ليه؟ انت رايح ليه؟ هتقول لي عشان اساسيات الحياة، ده ما يمنعش انك لازم ترفه على نفسك، فاهم؟ ما تبقاش يعني مقرط قوي كده، استمتع علشان تدي لنفسك دافع ان انت تكمل. كل ما هتروق على نفسك وهتبسط نفسك، كل ما الدافع بتاعك ان انت تكمل هيزيد. هتلاقي ان الحياة جميلة، هتبدأ ان انت الاسترس يروح منك، خلاص هتبقى جاهز انك تشتغل تاني، تعمل فلوس تاني. دماغك زي ما تقول كده هتفتح، انك ازاي تجمع فلوس من مجالات مختلفة. في مجالات كتير قوي ممكن تشتغلها وتستفيد منها، مش من وظيفة واحدة بس، فاهم؟ يعني انت ممكن يبقى عندك وظيفة اساسية، ولكن انت بتعرف تجمع فلوس من طرق تانية. ممكن زي مثلا زي ما تقول كده تعمل لك بيزنس على السريع عادي، مش هتخسر حاجة. لقيت مثلا حاجة هتزود لك الدخل، تروح دايس فيها مرة. اوبر مثلا، تشتغل اوبر مثلا صايد على الشغل بتاعك، يعني يبقوا شغلانتين. زود دخلك، ركز انك تزود دخلك. انت في الاول، اول ما بتبقى رايح امريكا بتبقى عايز تبني نفسك. انا بقول لك اهو حاجه يعني محدش هيقولها لك، او ممكن انت ما تبقاش عارف. انت في مرحله البدايه انت مش محتاج تستقر زي ما انت متخيل وبيت وتريح وتنام. الكلام ده هيجي بعدين. انت اتعب في الاول عشان ترتاح بعدين. في ناس بتقول لك انا رايح بقى امريكا علشان يا بقى لقيت شغل وهرتاح. لا، انا مش عايزك ترتاح في الاول، انا عايزك تضغط على نفسك تعمل فلوس، وعشان بعد كده ترتاح بعدين. بعد كده ان شاء الله لما يبقى معاك فلوس كتير، ربنا يزيدكم كلكم ويفتحها عليكم، تقدر بقى ان انت يبقى عندك البيزنس الخاص بتاعك. يبقى عندك فيلا من اللي هو زي ما بتقول كده، اللي هي فيلا للاغنياء، اللي هي الحاجات اللي بملايين دي، المرفهه قوي دي. ساعتها هترتاح، ساعتها تبقى قاعد في بيتك بتدير شغلك، بتبص على الكاميرات من موبايلك. بس لازم تتمرمط في الاول، انا فاخدها كده. في الاول انت مش رايح ترتاح، في الاول انت رايح تضغط على نفسك وتعمل فلوس. ركز معايا، في الاول انت مش محتاج غير الفلوس. حتى لو انتوا عيله، حتى لو احنا عيله، حتى لو انت واحده ست، ده ما يمنعش ان انت تعملي فلوس عشان بعد كده يبقى عندك البيزنس الخاص بتاعك. فهماني؟ وانت كمان مش معنى ان انت معاك اسرتك وكده ان انتوا اسره كتيره فتقول لا انا هصرف على كل دول. عادي هتصرف على كل دول، وفي نفس الوقت لازم تشيل، لازم تشيل. انا عايزك تتعب في الاول عشان ترتاح بعدين. ومراتك تشتغل، يعني في ناس بتقول لك لا انا مش عايز مراتي تشتغل. اقضي بقى على الثقافه دي بقى، خلاص الثقافه دي انساها انساها. انت هنا لازم كل فرد في عيلتك لازم يشتغل علشان تقدروا توصلوا للمستوى اللي انتوا عايزينه بسرعه. ويا اخي بعد كده لما لما توصل للمستوى اللي انت عايزه، يبقى معاك الفلوس اللي انت بتحلم بيها، وخلاص عندك البيزنس بتاعك الشخصي، وما انتش محتاج وظيفه ولا اي حاجه من حد. ساعتها خلي مراتك جنبك، عايز تشغلها في البيزنس بتاعك تديرهولك، تمام مفيش مشكله. عايزه تقعد ست بيت تقعد ست بيت، خلاص انت اللي تصرف. بس لازم في الاول اتعب. اتعب، الشغل مش عيب، حتى للستات الشغل مش عيب. اقضي بقى على الثقافه دي، خلاص اللي هو لا واحده ست لا انا مراتي ما تشتغلش، لا اقضي على الثقافه دي. الثقافه دي ما تنفعش، مش هتاكلك عيش، هتخليك دي هتخليك قاعد زي ما انت كده. الثقافه دي ما تنفعش يا جماعه في امريكا. معلش الثقافه دي، انا عارف في ناس ممكن تبقى ضدي في الحكايه دي، بس معلش الثقافه دي ما تنفعش في امريكا. سواء مراتك او اختك، لا لازم تشتغل، لازم تشتغل عشان تساعدك وعشان تكونوا راس مال بسرعه. ما بقولكش ان هي تشتغل شغلانات من اللي هي اللي مش شريفه والحاجات دي، لا، تشتغل شغلانه كويسه جدا زي اللي انت بتشتغلها. ده مش عيب يا جماعه، مش عيب ان الست تعمل فلوس، مش عيب خالص على فكره، بالعكس دي حاجه تزيد من قيمتها. بدل ما هي قاعده ما بتعملش حاجه، لا تساعدك، مفيش مشكله. فحتى علشان مستقبل اسرتكم واولادكم يعني يبقى احسن، لما يبقى عندكم بيزنس والدنيا تكبر ويبقى معاكم فلوس، خلاص هترتاحوا بعدين. تمام. فاتمنى تكونوا فهمتوا رسالتي، تكونوا رسالتي وصلتكم كلكم. اهم حاجه انت تكون فهمت الرساله، مش تكون وصلتك وما فهمتهاش، لا تكون وصلتك وتكون فهمتها وتعمل بيها. مش تسمع من هنا وتطلع من هنا. صدقني انا والله ما عايز اي حاجه منك ومش عايزك تديني فلوس، انا عايزك انت لمصلحتك الشخصيه.
لمصلحتك الشخصيه. انا بقول لك انا هدف القناه اللي انا عاملها علشان انت ما تعانيش في حياتك، او انت ما تعانيش في حياتك، لان انا خدت بالي ان في بعض الثقافات بتشوف ان البنت ما ينفعش تعمل فلوس ومش، والبنت بقى ما تقدرش ان هي تشتغل وتعمل بيزنس زي الراجل ومش عارف ايه. مين اللي قال كده؟ يعني مين لا مؤاخذه في في اللفظ اللي مش فاهم حاجه اللي قال كده؟ لا، البنت ممكن تعمل فلوس زيها زي الراجل وممكن تعدي الراجل كمان. ده مش هيأثر في حاجة يعني، مش عشان هي بنت، تمام؟ فلازم تقضي على الثقافة دي. البنت زيها زي الراجل عادي تماما، زي ما الراجل بيعمل فلوس البنت بتعمل فلوس، زي ما الراجل يشتغل الست كمان تشتغل عادي، تمام؟ بس كده. خد نصيحتي واعمل بيها، صدقني انا عايز مصلحتك. انت عايزك انت تدعي لي دعوة لما تلاقي ربنا فتح عليك بسبب ان انت سمعت الكلام بتاعتي وخدت بنصيحتي. يلا ما تنسوش الاشتراك في القناة واعملوا لايك يا جماعة، أرجوكم يا جماعة اعملوا لايك للفيديو يا جماعة عشان يوصل لأكتر عدد من الناس. يعني الفيديوهات اللايكات واقعة خالص يعني، فأرجوكم لو بتشوف فعلا فيديوهاتي وبتستمتع أرجوك اديني لايك، ما تبخلش على زي ما أنا ما بخلتش عليك بالمعلومة والنصيحة، ما تبخلش عليا باللايك، ودي الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزها منك. يلا أشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، سلام عليكم.